سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الوصفه ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم هي بانكيك، غير بيضه واحده كيخرج لينا كميه وفيره اللي هي 12 حبه. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. عندي واحد البيضه بدرجه حراره المطبخ، كنضيفها في الاناء ديالي، كنضيف عليها معلقه ونص ديال السكر سنيده، وايضا معلقه ونصف من الزيت النباتيه. كنخلط ديك البيضه مع السكر والزيت حتى كتندمج لينا مزيان. كنضيف عليهم كاس ديال الحليب العادي، ما سخنتو ما حتى حاجه. وكنضيف عليهم واحد الساشي ديال الفاني، وكنضيف عليهم مبشور ديال الحامضه. ودابا كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. ملاحظه، الدقيق خصو يكون نوعيه جيده، من الافضل يكون الدقيق المخصص للحلويات. غادي نضيف انا كأس ونصف تقريبا ديال الدقيق، ونضيف واحد الخماره، نمزج ديك الخماره مزيان مع الخليط. نخلي الخليط ديالي يرتاح 5 دقائق ونبدا نطيبه. بعد ما جلست 5 دقائق كنضيف المقله تسخن على نار مهيله حتى كتسخن ليا المقله مزيان. عاد كنبدا نضيف وحده بوحده. ملي كنشوفوها بدات كدير ديك الفقاعات ومن الجوانب نشفات، كنقوزو نقلبوها طيب على الجهه الثانيه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما قلبتها على الجهه الثانيه طيب، ملي كتحمر لي من الجهه الثانيه صافي كتكون طيبه. كنقوزو نديرو الحبه الثانيه، كنبقاو نضيفو الخليط حتى كنكملوا الكميه كامله. انا خرجت لي 12 ديال الحبات ديال البانكيك، وانتم على حسب الحجم اللي غديروا، واش غديروهم صغار ولا كبار. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه.